السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. النهاردة يا حبايبي بقى الجو شتا، الدنيا بتشتي والهوا شديد قوي، فقلت اما اقوم اعمل لهم شوية شوربة عدس كده تدفيهم. هعمله لكم بقى بالطريقة اللي انا بعملها، بصراحة مش هتسلوها ابدا، تبقى طعمها جميل جدا. انا بعمله بشوربة، اي شوربة موجودة عندي ما برميهاش او استغنى عنها، بقوم حطاها في اكياس وحطاها في الفريزر، في اي وقت بقى في اي طبخة او كده بحتاجها بقوم مطلعاها واعملها بيه. فالعدس بدل ما احط له مرقه دجاج بقوم عاملاه بشوربه وازودها ميه. دلوقتي حطيت كميه العدس انت اللي بتتحكمي فيها بقى، عايزه كتير عايزه شويه، بس القليل منه كتير بصراحه. يعني العدس لو حطيت له، لو عملت شويه عدس صغيرين بيعمل حبه كتار. حطيت جزر وطماطم وبصل ومع الشوربه والعدس وحطيتهم على النار. دلوقتي خلاص العدس استوى معايا، هاخده بقى اضربه في الخلاط. هو اسهل حاجه انك تضربيه بالهاند بلندر، بس بتاعي باظ. خلاص هو استوى اهوت، بقوم واخداه ضربه في الخلاط عشان لو في جزرة ما استوتش معايا او كده بقوم مصفياه بالمصفى دي. مبحبش اصفيه بالمصفى التانية عشان ما ينزلش كل الحاجات اللي فيه. المصفى دي بتطلع لي الحاجات الخشنة اللي فيه بس. اهو زي ما انتوا شايفين كده، اي قطعة جزر فاضلة اي كده فبتطلع. دلوقتي انا صفيت اهوت وقمت حاطه تاني على النار. عارفين بقى التقلية اللي انا عاملاها في الفيديو اللي فات، كنت واخدة شوية للمحشي فكان طلعوا كتار شوية، فخدت منه نقصت منها الطبق ده وحطيته في التلاجة في الفريزر. والنهارده بقى عشان العدس بدل ما انا اقل من اول وجديد قمت مطلعاه حطاه عليها على طول. شوفي بسم الله ما شاء الله، بيحمر وبيخلي طعمها تحفه. شويه التقليه حمرت العدس بالشكل ده بتخلي شكله وطعمه جميل جدا بصراحه. حطيت له معلقه كمون ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح. البيت كان فيه عيال كتير بصراحه، نسيت خالص اصور الشعريه وانا بحمرها. جيبي حته زبده صغيره وتحطي فيها شويه شعريه وتقومي محمراها وحطها عليه. بس اهم حاجة برضو ما تكترش الشعرية عشان ما ينشيش معاكي ويبقى تقيل. برضو شوية شعرية صغيرين كده بتحمريهم في حتة زبدة. حتة الزبدة دي بتوديه في طعم تاني خالص. والشعرية برضو ما بكترهاش عشان تلفه بس. خلاص العدس دلوقتي معايا بقى جاهز، هديله غلوتين كده وخلاص. شايفين لونه عامل ازاي، ولا طعمه بصراحة كان طعمه جميل جدا. دلوقتي انا بغرف لكم طبق اهو. كانت بنتي واقفة تقولي هاتي طبق. شايفين لونه عامل ازاي؟ والله يا حبايبي هو نفس اللون ده بالظبط. لما بتحطي طماطم معاه مع الشوربة وهو بيستوي بيديله لون خفيف، وشوية التقلية بقى بتديله اللون اللي انتوا شايفينه ده، بس في نفس الوقت ما نكترش التقلية. التقلية اللي احنا عملناها في الفيديو ده هتنفعك في حاجات كتيرة جدا، وهتسهل عليكي حاجات كتيرة جدا في الفيديو اللي فات. وادي خلصنا طبق العدس، اسهل طبق عدس ممكن تعمليه واسرع طبق عدس. ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم كده، واللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، واعملوا لايك. يلا.